الإجراءات الإسرائيلية من إغلاق وعزل وجدار فاصل عززت تدهور الوضع الاقتصادي داخل المدينة المقدسة. هذه الإجراءات حالت دون وصول المواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس للسياحة والتسوق. الحقيقة أنني لا أشتري من البلدة القديمة لأن الأسعار هناك غالية جدا. تحريض إسرائيلي على العرب، يعني العرب هذول حرامية، بطلوا بدل حق الشقفة بدل 100 شيكل بقول لك 10,000. ومما يزيد الطين بلة الضرائب الإسرائيلية التي تثقل على كاهل الأسر المقدسية، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي سوءا بالنسبة لها. أم العبد تعيل 6 أطفال وراتب زوجها لا يكفيهم كفاف يومهم، حيث تضطر يوميا لجلب وجباتهم الساخنة من تكية خاسقي سلطان. كان أكلنا كله من تكية ومن الحرم، يعني بصراحة يعني مفيش حدا وقف مع جوزي، يعني الحمد لله عايشين هنا، بس كثير المادية تعبانين احنا فيها. آلاف من العائلات الأخرى تعتمد على تكية خاسقي سلطان والأعداد تتزايد. في هذا العام بلغ عدد الأسر المستفيدة من صندوق الزكاة ومن خلال لجان الزكاة التابعة لإدارة الصندوق أكثر من 7,000 أسرة في المدينة المقدسة. ولا يقف الحد عند ذلك، وإنما امتد إلى المحال التجارية التي اضطر ربعها إلى الإغلاق بسبب الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال ناهيك عن قلة البيع. هذه الإجراءات الإسرائيلية يرى فيها الفلسطينيون أداة هدفها تعزيز عملية تهويد المدينة المقدسة والحد من الوجود العربي فيها. نوال حجازي، القدس المحتلة.